تعتبر this keyword من اكتر الحاجات اللي بتلخم في الجافا سكريبت. علشان كده كنت حريص في الفيديو ده ان انا اجمع اي حاجه ليها علاقه بديسكورد بابسط شكل على قدر الامكان. كويس. واول حاجه بدات بيها ان انا عملت تشيت شيت جمعت فيه الملحوظات واستخدامات الزيس كيورد اللي احنا قلناها في الفيديو ده. كويس. ان شاء الله رابط التشيت شيت ده هحطه في الفيديو. كويس. التشيت شيت ده بيحتوي على استخدامات الزيس كيورد بالشكل المنظم ده. لو انت عايز تروح على استخدام معين ممكن تتك عليه، هيبعتك على السكشن، وهتلاقي في السكشن مثلا مجموعه امثله او الكي بوينتس اللي احنا محتاجين نطلع بيها من الموضوع. كويس. وفي نفس الوقت ممكن تلاقي روابط لو في مثلا قلنا موضوع معين او حاجه، ولو انت عايز تعرف عنه اكتر ممكن تروح تقرا محتوى الروابط دي. كويس. ويستحسن ويفضل ان انت تقرا التشيت شيت ده بعد ما تسمع الفيديو، لان معظم الملحوظات اللي هنا هي مقتطفات من اللي احنا هنقوله ان شاء الله في الفيديو ده. كويس. وبرضه يستحسن ان انت يكون معاك النوت بوك بتاعك وتاخد ملاحظاتك انت بنفسك، لان ده بيساعد على الفهم وتحس تطلع باقصى فايده يعني بالفيديو. دلوقتي سر التعقيد وراء زيس كيورد انها بتختلف في الستريكت مود عن النون ستريكت مود، وكمان بتختلف هل يا ترى انت بتستخدم ديسكورد جوه فانكشن ولا جوه كلاس ولا جوه الجلوبال اوبجكت. وكمان حتى جوه الفانكشن بتوقف على النوع بتاع الفانكشن، هل يا ترى دي فانكشن عادية ولا كول باك ولا هي ارو فانكشن ولا هي كونستراكتور. كويس. فهي الزيس كيورد سر الاخفانه وراها انها بتختلف على توقف على حاجات كتير مع بعض في نفس الوقت. كويس. بس في نفس الوقت المثال التقليدي بتاع شرح الزيس كيورد اللي هو بيلخص حاجات كتير، بس في نفس الوقت هو ليميتد في اللي هو يقدر يقوله. يعني مثلا لو احنا عملنا اوبجكت سميناه تيست، وفي بروبرتي عليه سمينا الفاليو بتاعها 42، وفي فانكشن اسمها جيت بروب. كويس. فانكشن اسمها جيت بروب دي بتريتيرن this دوت بروب. كويس. لو انت عملت كونسول دوت لوج لتيست دوت جيت بروب، شوف هنا في الكونسول 42. كويس. اللي حصل ان this في المثال اللي احنا بنقوله دلوقتي بتشاور على التست اسمها this في this يعني كانها بتشاور على حاجه. فذس ده بنسميه في لغات البرمجه هو اسمه بوينتر يعني بيشاور على حاجه. كويس. يعني تيست في المثال ده هو this. كويس. يعني لو قلت this دوت بروب هي لو قلت test دوت بروب، بس الفرق ان تيست ده عباره عن اوبجكت، وذس ده بوينتر او حاجه بتشاور على الاوبجكت، فكانها هي الاوبجكت. فاهم قصدي؟ فهو ده. لو انت مثلا عملت هنا مثلا بروب 2 وسميناها جو، وجات هنا مثلا عملت كونسول لوج ل بروب 2، هتشوف هنا ايه جو. كويس. وكمان في نفس الوقت لو انت عملت هنا كونسول دوت لوج سيس، هتشوف انت ايه، هتشوف هنا الاوبجكت، هتشوف الاوبجكت ده اللي هو ده. كويس. فخلاصه الموضوع ان this جوه الفانكشن دي بتشاور على الاوبجكت. كويس. الفكره بقى ان المثال ده ليميتد شويه في ان هو يقدر يقوله لك، يعني هو بيقول لك ان this بتشاور على الاوبجكت وهكذا. كويس. لكنه ما بيقولكش الصوره الكامله. كويس. فده اللي احنا ان شاء الله هنحاول نقوله في الفيديو ده على استخدام الزيس كيورد جوه الفانكشن. كويس. اهم حاجه تعرفها ان في انواع للفانكشن، في اللي هي الريجولار فانكشنز، وفي نوع من الفانكشن اسمه كول باكس. كويس. وفي نوع من الفانكشنز بنسميه الارو فانكشن، وفي نوع من الفانكشنز اسمه فانكشن كونستراكتور. احنا هنلف بقى على كل نوع من الاربعه دول ونقول سلوك الزيس كيورد معاه يكون عامل ازاي. هدي هنا مثال تقليدي، وليكن مثلا هنعمل فانكشن بسيطه خالص هنسميها فانكشن اسمها get this. كويس. get this دي بتريتيرن this. كويس. تمام. وليكن مثلا هنعمل هنا اوبجكت هنسميه اوبجكت 1. اوبجكت 1 ده مثلا فيه هنسميه اوبجكت 1. كويس. وهنحط هنا فانكشن سميناها get this. كويس. وهعمل منه كمان نسخه هسميها اوبجكت 2، هيكون الفاليو بتاعه اوبجكت 2 وجيت ذس. كويس. عايزك بقى تتوقع معايا في ضوء المثال اللي فات اللي احنا قلناه، اراك لو انا قلت اوبجكت 1 دوت جيت ذس، واراك لو انا قلت اوبجكت 2 دوت جيت ذس، يا ترى ايه اللي هيحصل لي هنا في الكونسول؟ خلي بالك هنا لو انا قلت اوبجكت 1 دوت جيت ذس هتكون قيمه ذس هي الاوبجكت 1. كويس. ولو انا قلت اوبجكت 2 دوت جيت ذس هتكون قيمه ذس هي اوبجكت 2. طبعا انا كاتب هنا اوبجكت غلط.
اوبجكت. كويس. طب تعالى كده نشوف هنا المثال. بس هنا لما عملت هنا console log لذس هيحصل لي هنا object 1 object 2. فكويس، فحاجه تعرفها ان this بتشاور على الاوبجكت ده. كويس. عشان اتاكد بقى ان انت فاهم بشكل احسن هضطر هنا ادي مثال اصعب سنه بسيطه لانه هيفهمك اكتر. كويس. اراك مثلا لو انا مسحت الاثنين دول وقلت لك اراك لو انا معايا اوبجكت كونستانت اوبجكت 2 او اوبجكت 1. كويس. في بروبرتي اسمها اوبجكت 1 وفي جيت ذس. كويس، احنا كده حلوين اهو خالص. انا عملت اوبجكت 2 وحطينا فيه بروبرتي سميناها اوبجكت 2. كويس. والجيت ذس بتاعه هي عباره عن اوبجكت 1 دوت جيت ذس. كويس. انا ما حطيتش فيه الجيت ذس دي مباشر، حطيت فيه الجيت ذس بتاع الاوبجكت الاولاني. كويس. توقع بقى معايا لما انا اروح هنا على الكونسول واقول كونسول دوت لوج اوبجكت 2 دوت جيت ذس، يا ترى هتكون قيمه ذس هنا هي اوبجكت 2 ولا اوبجكت 1؟ لان انا هنا بقول اوبجكت 2 دوت جيت ذس وجيت ذس اصلا هي اوبجكت 1 دوت جيت ذس، يا ترى هي انهي؟ طبعا هتطلع في الاخر اللي هي اوبجكت 2. عملت سيف هتبقى اوبجكت 2. لا بقى، لانها قيمه ذس معتمده على الاوبجكت اللي انا بعمل كول للفانكشن عليه. كويس. بتعتمد على حاجه اسمها الكولر. يعني الكولر ده اللي هو ايه؟ امين الاوبجكت اللي انا عملت فيه حصل لي فيه اكسكيوشن عليه. فاهم؟ اللي هو مين الاوبجكت اللي انا ندهت عليه او حصل لي اكسكيوشن، ده بنسميه الكولر. فاللي بيحدد معنى او بيحدد قيمه ذس هو حاجه اسمها الكولر. الكولر ده اللي هو الاوبجكت ان انا اللي هو الميثود دي او البروبرتي دي حصل لها اكسكيوشن عليه. كويس. اتمنى تكون الفكره وصلت لك. ف لو انت بس فاهم يعني ايه كولر ده هتكون فكره واصله لك يعني. كويس. دلوقتي هتكلم على استخدام الذس كيورد جوه الفانكشن في الستريكت مود versus non strict mode. كويس. لو انت عايز تعرف ايه هو الستريكت مود هتلاقيني هنا سبت رابط في التشيت شيت بيتكلم فيه على الستريكت مود. بس اللي انت محتاج تعرفه عن الستريكت مود ان هو لما بتفعله جافا سكريبت بيبتدي يتصرف بسلوك مختلف نوعا ما عن لو انت مش مشغله. كويس. فممكن تفكر فيه. طبعا في اختلافات طفيفه ما بين الستريكت مود والنون ستريكت مود. من ضمن الاختلافات ديت بقى الذس كيورد. كويس. فاحنا هنبتدي نقارن ما بين الديسكورد في الستريكت مود وفي نون ستريكت مود. كويس. مثلا لو احنا عملنا فانكشن سميناها من هنا مثلا فانكشن اسمها get this strict. طبعا انت بتختار الاسم اللي يعجبك، لكن الفانكشن دي هتبقى بسيطه خالص بتريتيرن this. لو سالتك قيمه this هنا ايه، قول لي معرفش، متوقفه على حسب انا هستخدمها ازاي. كويس. لو انا مثلا رحت على حاجه اسمها number دوت بروتوتايب دوت get the strict equal get the strict. كويس. دي هنا لو انت طبعا ما تعرفش حاجه اسمها بروتوتايبنج، ده طبعا ده هيحتاج بروتوتايبنج ده محتاج فيديو لوحده. كويس. ده موضوع تاني لوحده، وده حاجه اسمها inheritance في الجافا سكريبت. بس اللي انت عايز تعرفه ان انا لما بعمل السطر ده كده اي رقم هستخدمه ممكن اكول الفانكشن اللي هي get the strict عليه. يعني مثلا لو انا عملت console.log لواحد ممكن اقول واحد دوت get the strict، بس طبعا عشان تستخدمها محتاج تحطها في قوسين. كويس. لما انا عملت السطر ده كده مسموح لي ان انا استخدم get the strict على اي نمبر، اي رقم. عملت سيف هنا هتلاقي هنا النمبر هنا واحد. كويس. لو انا خليت ده 10 هتلاقي هنا الرقم 10. كويس. لاحظ ان ده مش الرقم ذات نفسه، ده هنا الاوبجكت او الكلاس. كويس. تمام. لو انا اصلا ممكن اعمل نفس الكلام مع السترينج ده هنا سترينج اهو. لو انا عملت هنا console.log جو دوت get strict ده هتلاحظ هنا انا عندي console.log السترينج جو. كويس. فلما باجي العب في البروتوتايبنج ده بيسمح لي ان انا استخدم الفانكشن دي على السترينج ذات نفسه او على النمبر ذات نفسه على حسب انا معرف الفانكشن دي على انه بروتوتايب. بس البروتوتايب ده فيديو لوحده وحوار تاني لوحده، يعتبر من تاني اصعب المواضيع بعد الديسكورد. كويس. تمام. دلوقتي هنتكلم على ارك لو انا جيت هنا وعايز اشغل وضع الستريكت مود. عشان تفعل وضع الستريكت مود بتستخدم حاجه اسمها يوز ستريكت وبتحط في الاخر سيمي كولون تعمل سيف. لما بحط الستريكت مود جوه البادي بتاع الفانكشن
ده معناها ان الكود اللي جوه الفانكشن ده هيشتغل في وضع الستريكت مود. ايه الفرق بقى؟ الفرق لما بتستخدم الزيس كيورد في الستريكت مود، قيمه زيس ممكن تبقى اني فاليو. عارف يعني ايه اني فاليو؟ يعني ممكن تبقى قيمتها اي نوع من اي نوع، يعني ممكن تبقى نمبر، ممكن تبقى string، ممكن تبقى undefined، ممكن تبقى اي حاجه، ممكن تبقى object حتى. كويس، object. كويس، لكن لو مفعلها في النون ستريكت مود هكون لازم على طول قيمتها تبقى object مهما حصل. كويس، والدليل على كده هثبته لك دلوقتي. لو انا مفعل وضع الستريكت مود، قيمه زيس زي ما انت شايف كده في الكونسول كانت 0 و10، 10 وجول. كويس، يعني قيمتها نمبر او قيمتها string. لكن لو انا عملت شت داون للستريكت مود هتكون قيمتها قيمه الاوبجكت ذات نفسه. كويس، يبقى انا لو مش مفعل وضع الستريكت مود هتكون قيمه زيس عباره عن اوبجكت، ده اللي احنا شفناه هنا في الكونسول. كويس، لكن لو شغلت وضع الستريكت مود هيكون قيمتها النمبر، ودي حاجه لازم تخلي بالك منها. كويس، في بقى حاجه كمان محتاج برضو تخلي بالك منها. خلي بالك دلوقتي انا بستخدم الفانكشن اللي هي get strict على number، وبستخدمها على string. فلو انا مفعل وضع الستريكت مود هتلاقيها بتساوي النمبر او السترينج، بتساوي النمبر او string. كويس، ولو انا مش مفعله هتلاقيها عباره عن الاوبجكت، بس الاوبجكت ده نمبر او string في نفس الوقت. ماذا لو، كويس، انا جيت هنا وقلت get this strict بدون ما اعمل، بدون ما احطها على اي اوبجكت، وبدون ما احطها على اي كلاس، بدون ما احطها في اي حاجه، لوحدها كده. كويس، ما حطيتهاش في اي اوبجكت او ما حطيتهاش على اي نمبر او string او كده. شوف كده، هتكون قيمه this، طبعا محتاجين نعمل هنا كونسول. كويس، هكون قيمه this الاوبجكت ده اسمه الجلوبال اوبجكت. خلي بالك انا مش مفعل وضع الستريكت مود. قيمه this في النون ستريكت مود لو انا ما حطيتش قبلها او بعدها اوبجكت بيكون قيمتها قيمه الجلوبال اوبجكت او الويندو اوبجكت او الويندو. كويس، ارك بقى لو انا رحت هنا وجيت فعلت وضع الستريكت مود هتكون قيمتها undefined، ودي حاجه تخلي بالك منها. قيمه this، خلي بالك بقى لو انا هنا تسميها الديفولت فاليو فور this in non strict mode، لو انا مش مفعل وضع الستريكت مود هكون قيمتها قيمه الجلوبال اوبجكت او قيمتها الويندو. لو انت في المتصفح او في البراوزر هكون قيمتها قيمه الويندو اوبجكت، هي الويندو. يعني مثلا لو انت جيت عند في الكونسول دوت لوج، في الكونسول بتاعك كتبت this equal ويندو هتساوي ترو، تبقى ترو. كويس، والديفولت فاليو فور this اللي هي this keyword في الستريكت مود هتساوي بتساوي ايه؟ undefined. دي حاجه تخلي بالك منها. طب هل في دلوقتي طريقه ان انا اتحكم فيها انا في قيمه this؟ ايوه في طريقه. دلوقتي عشان نفهم الطريقه دي محتاج ندي مثال تقليدي. يعني مثلا لو عملنا هنا فانكشن سميناها get this. كويس، الفانكشن دي بتعمل حاجه بسيطه خالص، بتريتيرن this. كويس، وعشان بس سمبلسيتي استخدم هنا الستريكت مود، لان قلنا قيمه this في الستريكت مود قيمه this هتبقى ايه؟ any value مش object بس. كويس، لو انا قلت هنا function، لو انا قلت عملت هنا constant object 1 او سميناها object وخلاص، والنيم بتاعه هنسميه original object. كويس، وحاطين هنا الجيت this. كويس، لو انا جيت هنا عملت console.log لobject.get this هشوف هنا في الكونسول ايه؟ هشوف في الكونسول الاوبجكت ده، لان قيمه this في المثال ده هي بتساوي قيمه الاوبجكت اللي انا بعمل اكسكيوشن للفانكشن عليه، اللي هو الاوبجكت ده اللي هو الاوبجكت ده. كويس، عملت هنا سيف هشوف هنا الكونسول ده الاوريجينال اوبجكت. كويس، كلام جميل خالص. رايك بقى لو انا عايز اتحكم انا في قيمه this؟ كويس، قلنا اللي بيتحكم في قيمه this هو الاوبجكت اللي انا بعمل اكسكيوشن للفانكشن عليه. ماذا لو ان انا عايز اتحكم في قيمه this؟ قال لك عاديه خالص، تروح تمسح القوسين دول وتتك او تكتب دوت كول، واي حاجه هتكتبها هنا هتبقى جوه البرنسس دي، جوه الفانكشن اللي هي اسمها كول. اي حاجه هتكتبها هنا هتبقى هي قيمه this. يعني مثلا لو عملت له اوبجكت تاني وسميناه نيم، سميناه مثلا كاستم اوبجكت، شوف هتكون قيمه this في المثال ده هي قيمه الاوبجكت ده اللي انا اديته للكول. يبقى حتى اصلا لو جت تشوف الكول الديسكريبشن بتاعها دي بتتحكم، تعمل حاجه اسمها substitution.
ل another object by current object، دي بتتحكم في قيمه this. بتقول له بسم الله الرحمن الرحيم كده انا عايز قيمه this ما بتساويش ده، انا عاوزها تساوي ده. وممكن تكتب هنا كل اللي يعجبك. يعني مثلا لو شفنا هنا كده، لو انا جيت هنا مسحت وحطيت هنا رقم، هتكون قيمه this الرقم ده. بس خلي بالك عشان فعل وضع الستريكت مود. لو طفيت الستريكت مود هتكون قيمته النمبر بس، الاوبجكت مش النمبر الرقم، مش رقم واحد، ده الاوبجكت. او الاوبجكت اللي جواه رقم واحد. كويس. اتمنى بس تكون فكره وصلت. لكن هنا عشان فعل وضع الستريكت مود فهي ممكن تساوي نمبر عادي. في نفس الوقت ممكن لو انا حطيت هنا string كويس هكون قيمته string. فلو انت عايز انت اللي تتحكم في قيمه this، بتتحكم فيها عن طريق انت تستخدم الفانكشن اسمها كود. كويس. وانا نرجع هنا للمثال التقليدي بتاعنا اللي هو النيم بتاعنا اسمه custom some object. كويس. من هنا سيف هنشوف هنا custom object. الفكره بقى انت عندك 3 او 3 functions بتستخدم في التحكم في قيمه this. حاجه اسمها call، وحاجه اسمها bind، وحاجه اسمها and apply. كويس. لو عايز تعرف اكتر عنهم طبعا دول محتاجين فيديو لوحدهم، لكن لو عايز تعرف عنهم اكتر تلاقيني حاطط لهم هنا روابط لو انت عايز تعرف عن كل واحده سلوك عامل ازاي. طبعا التلاته بيعملوا نفس الحاجه الا ان السلوك مختلف. يعني التلاته بيحققوا نفس الغايه، ان هم يتحكموا في قيمه this عن طريق ان انت بتديهم بتقول لهم انا عايز قيمه this تساوي كذا. كويس. يعني مثلا لو انت عملت هنا constant object 2، وعملت هنا حطيت هنا الاوبجكت، ولو انت على الرغم من ان انت عامل كول للفانكشن اسمها get this على الاوبجكت ده، الا ان انت اصلا تقول له لا انا عايز قيمه this تكون الاوبجكت 2. شوف قيمتها وقيمه الاوبجكت 2. وما تنساش تشيل اللي هم القوسين اللي بقوا هنا، احنا ما بنعملش اكسكيوشن للفانكشن. كويس. فانت دي طريقه ان انت ممكن تتحكم في قيمه this عن طريق تستخدم كول او بايند او ابلاي. بس احنا في المثال ده استخدمنا كول لان التلاته دول محتاجين فيديو لوحده. دلوقتي انا هروح اتكلم على الكول باكس. اللي مش عارف الكول باكس عباره عن فانكشن بتديها بارامتر لفانكشن تانية. بس يعني عشان اديلك هنا مثال، لكن مثلا هنعمل فانكشن ده اسمها log this. كل اللي بتعمله انها بتعمل console log لthis. كويس. واللي هعمله دلوقتي ان انا هيبقى معايا array مثلا 1 2 3 و4 h. خلي بالك 4 h دي بتاخد call back function. هي for h نفسها function، البارامتر بتاعها عبارة عن function تانية. كويس. فانا هديها log this function دي كبارامتر log this. لاحظ ان انا ما بعملش invoke او بعملش execution للفانكشن اسمها log this، انا بدي الفانكشن كلها عن بعضها كبارامتر للفور اتش. والفور اتش هي اللي بتعمل اكسكيوشن او هي اللي بتعمل انفوك للفانكشن اللي اسمها لوجزس. كويس. توقع كده ايه اللي هيحصل. هل يا ترى الزيس كيورد دي هيكون قيمتها ايه؟ هل يا ترى هتكون قيمتها الويندو اوبجكت او اللي هو الجلوبال، ولا هل يا ترى هتكون قيمتها undefined ولا undefined، ولا هتكون قيمتها ايه بالظبط؟ طبعا انا فعل وضع الستريكت مود بحس ان هو اهدى. يعني شوف قيمة اللوجزس في الستريكت ممكن قيمتها undefined. ليه بقى؟ زي ما قلنا لما بتدي فانكشن كبارامتر لفانكشن تانية، قيمة this جوه الفانكشن دي الفانكشن الاولى معتمدة على الفانكشن التانية دي هتستخدم log this دي ازاي. كويس. عشان تفهم المثال اكتر، فاكر لما احنا قلنا فانكشن get this كويس، والفانكشن دي بتريتيرن this، وقلنا لو انا قلت get لو انا عملت هنا console.log get this، ولو انا قلت console.log get this.call name project 1، ولو انا قلت console.log ل constant object 1 equal name object 1 get this، عملت هنا console.log ثانية واحدة use strict، عملت هنا console.log ل object 1 to get this و object 1
to get this dot call name object 2. شوف هنا، هنشوف هنا 3 أو 4 حالات. 4 حالات. الحالة الأولى لما عملت get this لوحدها كانت قيمة this undefined. الحالة التانية لما عملت get this لوحدها لكن حطيت عليها كل اوبجكت تاني كانت قيمة this قيمة الاوبجكت ده اللي احنا شايفينه هنا. كويس. لما عملت اوبجكت 1 دوت get this لوحدها كده كانت قيمة this الاوبجكت 1 ده. كويس. ده اللي احنا شايفينه هنا. ولما عملت اوبجكت 1 دوت get this لكن انا عديتها كول كانت قيمة this هي الاوبجكت ده مش ده. كويس. فهنا دي 4 حالات قيمة this اتغيرت بناء عليهم. كويس. فانا بقى لما انت تبتيجي تدي الفانكشن اللي هي بتستخدم this كبارامتر لفانكشن تانية، انا ما اعرفش الفانكشن دي استخدمت log this انهي استخدام من دول. فاهم قصدي؟ فعشان كده لما تدي فانكشن ككول باك او كبارامتر لفانكشن تانية، قول لي انا مش عارف الفانكشن دي هتستخدمها ازاي، فتقول لي دي معتمده على الكولر، معتمده على الفانكشن اللي هستخدم الفانكشن دي هتستخدمها ازاي. كويس. هي بتعتمد على كده. تمام. هل ممكن اديك مثال تاني على الكول باك؟ طبعا ممكن اديك مثال تاني. لو انت مثلا معاك فانكشن سميناها log this اللي كانت معانا دلوقتي دي، كل اللي بتعمله انها بتعمل console log this. كويس. زي ما قلنا هفعل وضع اليوز strict، افعل وضع الستريكت بحيث بحيث يجي لي مثلا undefined او حاجه undefined. كويس. بحيث اتجنب بس الجلوبال اوبجكت. كويس. لو عملت هنا مثلا set time out، set time out ذات نفسها بتاخد call back، يعني بتاخد فانكشن تانية. دي الفانكشن اللي انا هديها لها اسمها log this، وهي هيحصل لها execution بعد 1000 ملي ثانية اللي هم اللي هي 1 ثانية يعني. كويس. دي 1 ثانية. كويس. خلي بالك ايه اللي هيحصل، ان انا بدي الفانكشن دي كبارامتر للفانكشن دي، يعني دي اسمها كول باك. كويس. انا ما بعملش اكسكيوشن للوج ذس، اللي بيعمل اكسكيوشن للوج ذس هو الست تايم اوت، مش انا. اللي بيعمل اكسكيوشن للوج ذس هي ست تايم اوت بعد 1 ثانية. لما اعمل سيف هنا مش هيحصل حاجة، هيعدي 1 ثانية. بعد كده هنشوف بقى الاوبجكت اهو. الاوبجكت اهو جاي منين بقى؟ جاي من ذس. يبقى لما انا اديت log this كبارامتر لset time out، قيمة this جوه الفانكشن دي كانت اللي هو التايم اوت اوبجكت اللي انت شايفه ده، لكن لما اديتها ل 4 اتش كانت قيمتها undefined. كويس. فدي حاجة لازم تخلي بالك منها. يبقى لما انا استخدمتها مع 4 اتش كانت قيمتها undefined. لما انا استخدمتها مع set time out كانت قيمتها اللي هو ايه التايم اوت اوبجكت اللي هو اللي تحت ده. كويس. الفرق ما بينهم رغم ان دي كول باك، رغم ان دي بتاخد كول باك ودي بتاخد كول باك، الاثنين دول، الا ان قيمه ذس جوه كل واحده منهم كانت مختلفه. كويس. فدي حاجه تخلي بالك منها برضو. دلوقتي هنتكلم على الارو فانكشنز، واللي ما يعرفش ارو فانكشنز انا سبت عليها هنا رابط في التشيت شيت لو انت عايز تعرف اكتر عن ارو فانكشنز هنا. وفي نفس الوقت في كونسبت هنتكلم عنه مهم جدا في تبع الارو فانكشنز. هو الموضوع ده اكبر من الارو فانكشنز، الا ان احنا اللي يهمنا منه حته بسيطه خالص. هو الموضوع ده اسمه الكلوجر. انا هتكلم عنه بقليل من الاستفاضه لان ده يعتبر يستحق موضوع الخاص يعني. كويس. تمام. هنرجع هنا بقى للفي سكوب بتاعنا. كويس. هندي هنا مثال بسيط على الارو فانكشن. يعني مثلا تخيل كده عندنا اوبجكت. كويس. اوبجكت مثلا وليكن في بروبرتي اسمها نيم، الفاليو بتاعها اوبجكت. كويس. اوبجكت. كويس. وفي هنا فانكشن عاديه وليكن مثلا نسميها ريجولار فانكشن، هي فانكشن عاديه. فانكشن دي بتريتيرن ذس. كويس. ما فيش ابداع هنا. كويس. وفي هنا ارو فانكشن. الارو فانكشن دي عباره عن فانكشن عاديه كده بتريتيرن ذس. كويس. يبقى دي شبه دي، يبقى لك ان هي شبه دي، الا ان السلوك بتاعهم مختلف. شوف بقى ايه اللي هيحصل هنا. هستخدم هنا الستريكت، وبرضه في نفس الوقت هستخدم هنا الستريكت. كويس. تخيل كده، عايزك توقع معايا. كويس. لان انا قلت console.log لاوبجكت دوت regular function. كويس. ولو انا قلت console.log لارو فانكشن، ايه اللي هيحصل في الحاله الاولى؟ خلاص، اللي هيحصل في الحاله الاولى ان الفانكشن دي بتريتيرن this في المثال ده هي الاوبجكت ده، فبالتالي متوقع ان اشوف الاوبجكت ده اهو.
في الكونسول. ايوه ده اللي حصل فعلا، ده الاوبجكت ده في الكونسول. كويس. ودي هنا الارو فانكشن لما اعملها اكسكيوشن، تخيل كده ايه اللي هيحصل. هتكون قيمتها امبتي اوبجكت. طبعا لو انت في المتصفح هتلاقي ان this في المثال ده هي عباره عن الويندو اوبجكت، بس عشان هنا في نوت فهي قيمتها امبتي اوبجكت او اللي اسمها الجلوبال اوبجكت. بس انت لو انت بتستخدم المتصفح هتلاقي قيمتها قيمه الويندو اوبجكت. كويس. ايه بقى اللي حصل؟ ليه لما استخدمت فانكشن عاديه جالي القيمه دي قيمه الاوبجكت، وليه لما استخدمت فانكشن اللي هي الارو فانكشن ليه جالي الامبتي اوبجكت او الويندو اوبجكت او الجلوبال اوبجكت؟ قالك الكلام ده بيحصل لان الفرق ما بين الارو فانكشن والفانكشن العاديه ان في الارو فانكشن بتعتمد على حاجه اسمها الكلوجر. الكلوجر ده ممكن تفكر فيه، هي ان الفانكشن دي بتاخد سناب شوت او ليها اكسس على على الفاريبلز اللي متعرفه جوه السكوب بتاع الفانكشن. بمعنى ان الزيسك معنى في اول حاجه ملحوظه ممكن تعرفها عن الار فانكشن ان هي does not know this، يعني هي ما تعرفش حاجه اسمها this. كويس. هي ملهاش this، هي بتاخد الزيس بتاع السكوب اللي فوقها. كويس. كويس. يعني بتخش بتاع الاوبجكت ده، بتاخد الجلوبال اقرب زيس ليها هي الزيس بتاع الجلوبال اوبجكت. كويس. يعني مثلا لو عندنا هنا مثلا ايه فانكشن اهي. كويس. دي فانكشن عاديه، الفانكشن العاديه دي بتريتيرن ارو فانكشن تانية. الارو فانكشن التانية دي بتريتيرن ذس. كويس. الفانكشن دي قلنا ارو فانكشن ملهاش ذس، ما تعرفش يعني ايه ذس، فبتاخد الذس بتاع السكوب اللي فوقها. السكوب اللي فوقها اللي هو ايه؟ الفانكشن دي اللي هي اصلا بتاخد الذس بتاع مين؟ بتاع ده. كويس. يبقى ذس في المثال ده هي الاوبجكت اللي فوق ده. كويس. لكن الذس في المثال ده هي الجلوبال او الويندو. كويس. فاللي تعرفه عن الار فانكشن انها معتمده على الكونسيبت بتاع اسمه كلوجر. طبعا عشان تفهمه بشكل احسن لازم تكون عارف يعني ايه كلوجر، بس ممكن تفكر في كلوجر ان هو سكرين شوت او سناب شوت للفاليو وقت ما انا عملت الفانكشن دي. وقت ما انا عملت الفانكشن اللي هي اسمها الارو فانكشن دي كانت قيمه this هي الويندو اوبجكت او الجلوبال اوبجكت. مش مهم انا بستخدمها على انه اوبجكت، مش مهم انا بستخدمها فين، مش مهم انا بستخدمها على ايه او بستخدمها ازاي. المهم معرفها فين. انا معرفها هنا، ووقت ما انا عرفتها كان قيمه this هي الويندو اوبجكت. تعالى بقى قارن دي بالفانكشن العاديه. قلنا الفانكشن العاديه دي مش مهم انا معرفها فين، مهم انا استخدمتها ازاي. كويس. تلاحظ هنا في الريجولار فانكشنز العاديه انا بقول هنا انا بستخدمها ازاي، و دي هنا مهم بستخدمها ازاي، ودي هنا انا بستخدمها فين، وير او وين اور وين. كويس. دي هنا بستخدمها معرفها فين وامتى، لكن دي بستخدمها ازاي. قلنا ليها 4 طرق للاستخدام اللي هو دوت كول وجزء من اوبجكت وبدون فانكشن وهكذا. كويس. تعال هنا عايز اضرب 4 امثله هتفهم فيهم الفرق بين الفانكشن العاديه والارو فانكشن. كويس. بس عشان نفهم المثال انا هعمل هنا فانكشن هسميها ريجولار فانكشن. كويس. الفانكشن دي كل اللي بتعمله انها بتريتيرن this. كويس. وهعمل هنا فانكشن هسميها ارو فانكشن. ارو فانكشن دي طبعا لازم تتعرف بكونستانت، كل اللي هي بتعمله انها بتريتيرن this. كويس. انا هاجي هنا بقى هشيل الكلام ده كله واحط هنا الريجولار فانكشن، وفي نفس الوقت هشيل الكلام ده وبرضه هشيل دي انا هحتاجها في المستقبل. اقول لك خليها هحط هنا الارو فانكشن. طبعا الارو فانكشن هنا مكتوب غلط. كويس. عايزين بقى نعمل 4. عندي هنا هتكلم على ريجولار فانكشن، وبعد كده هرجع اتكلم على الارو فانكشن. كويس. رايك بقى عايزك تتوقع معايا كده لان احنا فاهمين اصلا الريجولار فانكشن دي بتشتغل ازاي. رايك لو قلت console.log للريجولار فانكشن العاديه. كويس. وقال اللي هيحصل لو قلت لك regular function دوت كول وعملت هنا object. كويس. الاوبجكت ده. كويس.
او بلاش اوبجكت، قلنا مثلا قلنا نيم regular function. كويس. طبعا لسه هنا انا محتاجين، وعايزك تعرف ايه الفرق لو انا قلت regular function، لو قلت بقى object. والاوبجكت ده فيه هنا function اسمها dot regular function، وقال اللي هيحصل لو انا قلت regular dot regular object regular function dot call، وعملنا هنا functions مثلا النيم بتاعنا regular function inside an object. كويس. شوف بقى ايه اللي هيحصل. طبعا محتاجين دي نعمل لها execution، ودي هنحتاج نعمل لها execution. توقع كده في كل حالة. طبعا قبل ما سيف الفايل، الحالة الأولى هتكون قيمة this. طبعا أنا محتاج أشغل وضع الستريكت مود، هشغله هنا use strict بحيث يبقى هي قيمتها undefined لو أنا ما حطيتش أي اوبجكت عليها يعني. كويس. شوف لو عملت سيف، شوف ايه اللي هيحصل هنا. في الحالة الأولى لما استخدمت الفانكشن العادية لوحدها كانت قيمة this undefined. لما أنا استخدمتها لوحدها لكن حطيت لها دوت كول خلت قيمة this قيمة الأوبجكت اللي أنا مديه هنا اللي هي الكول فانكشن دي. كويس. فكانت قيمة this هنا. لما أنا استخدمت regular function على اوبجكت كانت قيمة this هي قيمة الأوبجكت. لما استخدمت regular function على اوبجكت، لكن انا لما جيت اعمل اكسكيوشن للفانكشن اللي اسمها regular function دي عملت كول واديت لها اوبجكت تاني، فذس اختارت انها تبقى قيمتها دي مش قيمتها ده. كويس. فده اللي انا بشوفه هنا. كويس. فاللي انت شايفه قدامك ده كده 4 حالات لذس كيورد جوه الفانكشن العاديه. كويس. دمت ال4 حالات اللي انا بتكلم عليهم، دمت الكومون فور كيسز، ال4 حالات. كويس. عايزين بقى نعمل نفس الكلام. شوف هاخده كوبي بيست على الارو فانكشن. شوف بقى الارو فانكشن ملهاش كبير. شوف حتى انا هعملها ازاي. دي regular function هنعملها، هنخليها arrow function. شوف بقى انا هسيف وتخيل كده ايه اللي هيحصل لو عملت لها سيف. شوف طبعا في هنا حاجه انا بس عشان نعمل الفرق هنا اقول هنا console.log -repeat 100 مره. كويس. ده بس عشان يعمل سطر هنا ما بين الحاله الاولى والحاله الثانيه. شوف this keyword جوه الارو فانكشن في ال4 حالات كانت لها نفس القيمه، لان في الارو فانكشن مش المهم انت بتستخدمها ازاي، مش مهم انهي طريقه من دول انت بتستخدمها فيهم، المهم انت معرفها فين. انا معرفها هنا. خلاص قيمه this هنا في الوقت ده كانت قيمتها قيمه الجلوبال اللي هي في المثال ده عشان في نوت قيمتها اللي هو الامبت اوبجكت، او ممكن يكون قيمتها في البراوزر الويندو اوبجكت. كويس. دلوقتي هنتكلم على الفانكشن كونستراكتور. طبعا عشان تعرف اكتر عن الفانكشن كونستراكتور محتاج تقرا المقاله دي، انا سبت الرابط بتاعها هنا في التشيت شيت. لو انت عايز تعرف اكتر عن الفانكشن كونستراكتور. الفانكشن كونستراكتور دي هي بسيطه جدا، انا هضرب عليها مثال، لكن لو محتاج تعرف عنها اكتر وتفهم بشكل اعمق محتاج تقرا المقاله دي. كويس. تعالى هنرجع على الفانكشن كونستراكتور. الفانكشن سميناها مثلا، هنعمل فانكشن اسمها كار. الفانكشن والله هي عشان تصنع عربيه جديده محتاج تديني الموديل بتاعها ومحتاج تديني السبيد. كويس. اللي هعمله هنا انا اقول this dot model equal model و this طبعا مش دي كده سيمي كولون و this dot speed equal speed انت مديها لي. كويس. وارك لو انا عايز اصنع عربيه تويوتا تويوتا equal عربيه نيو كار، ودي تويوتا والسبيد بتاعها 100. كويس. لو انت مثلا عايز تصنع عربيه بي ام دبليو يكون الموديل بتاعها بي ام دبليو. كويس. والسبيد بتاعها 200 مثلا. كويس. لو انا جت هنا عملت كونسول دوت لوج للتويوتا والبي ام دبليو، عملت لي هنا سيف، هتلاقي ان التويوتا هنا هي عباره عن كار الموديل بتاعها كذا والسبيد بتاعها كذا، اللي هما الاثنين اللي انا كنت حاططهم هنا، والبي ام دبليو الموديل بتاعها كذا والسبيد بتاعها كذا. كويس. لا بقى سموا الفانكشن دي فانكشن كونستراكتور. ليه طبعا انا حاسس ان انا بهزر كده. ليه سموه كونستراكتور؟ كونستراكتور اصلا ممكن تفكر فيها ان هو مصنع فاكتوري،
ليه بقى؟ لان الفانكشن دي تحس انها بتصنع حاجه، يعني مثلا دي عربيه يبقى هي بتصنع عربيات. كويس. ده اصلا بس هي في المثال ده هو فاكتوري مش بيصنع عربيات بقى، بيصنع اوبجكتس. اوبجكتس بيصنع اوبجكتس. كويس. فممكن تفكر على اللي هو التويوتا او البي ام دبليو ده منتج المصنع. فيبقى فدي هي الفانكشن كونستراكتور، هي كانها مصنع، والمنتجات بتاعها ما هي الاوبجكتس. كويس. تمام. اللي بيحصل بقى ان انت وانت بتستخدم الفانكشن كونستراكتور تحس ان استخدامها مختلف عن استخدام الفانكشنز العاديه. ليه بقى؟ لان انت بتحط قبلها النيو كيورد، وفي نفس الوقت بتستخدم جواها الزيس كيورد. كويس. اللي بيحصل بقى ان النيو كيورد بتعمل ايه؟ لما بتحطها قبل الفانكشن كونستراكتور بتعمل اوبجكت فاضي. كويس. وبتخلي الزيس كيورد تشاور عليه. كويس. هي كانك عملت ايه؟ كونستانت اوبجكت، وكانك عملت اوبجكت دوت موديل، وهنا اوبجكت دوت. هي دي كانك عملتها كده بالظبط، بس الزيس كيورد هي اللي بتتولى مسؤوليه انها تعمل الكلام ده. كويس. حتى الدليل على كده ان انا لو ما عملتش اي حاجه هتشوف هنا ان الكار هنا فاضيه والبي ام دبليو فاضيه، لكن لما بحط الكلام ده، لما اشغله بيبتدي اميوتيت الاوبجكت، او احط البروبرتيز دي جوه الاوبجكت. كويس. اتمنى تكون الفكره وصلت لك يعني. فاللي تطلع منه من الموضوع ده بحاجتين: الفرق ما بين الفانكشن كونستراكتور، يعني ايه هو الفانكشن كونستراكتور دي، وان النيو كيورد هي اللي بتعمله ايه، انها بتعمل ام بي تي اوبجكت وبتخلي الديس كيورد تشاور عليه، اللي هو التويوتا هنا في المثال ده والبي ام دبليو في المثال الثاني. وببتدي انا هنا جوه الفانكشن كونستراكتور ده انا ليا اكسس على الام بي تي اوبجكت ده، وابتدي انا اعبيه واحط جواه الحاجات اللي انا عايز احطها يعني. كويس. تمام. في بقى هل في استثناء؟ في استثناء. لو الفانكشن كونستراكتور ده جت عمل ريتيرن، لان هو في الاول وفي الاخر فانكشن، لو هو عمل ريتيرن الاوبجكت تاني، مثلا ديفولت موديل، ديفولت موديل. كويس. ومثلا السبيد صفر مثلا، تخيل كده هيكون ايه؟ النيو كيورد ما بتشتغلش لما بتلاقي النيو كيورد، لما بتلاقي ان الفانكشن كونستراكتور عمل ريتيرن الاوبجكت، لازم يكون اوبجكت، ما بتشتغلش، وبتكتفي بالريتيرن فاليو، وبالتالي الديسك كيورد ما بتشتغلش. يعني حتى لو انا عملت كومنت اوت للسطرين دول هتلاقي ان هما كانهم محطوطين او كانهم مشغولين، كانهم مش شغالين يعني. كويس. لكن لو الفانكشن كونستراكتور ما رجعتش حاجه، خلاص النيو كيورد هتعمل انبت اوبجكت وتخلي الديسك كيورد بتشاور عليه، وبالتالي لما انا اجي اعدل في الاوبجكت ده، اجي اعدل بالديسك كيورد كانها بعدل في الاوبجكت ده. كويس. ولو عملت سيف هنا هتلاقي هنا النتيجه المتوقعه. دلوقتي بقى هتكلم على استخدام الديسك كيورد جوه الكلاس، كلاسز. كويس. لو انت ما تعرفش ازاي تستخدم كلاسز، فده يستحسن تروح تبحث عنها. كويس. انا سبت هنا الرابط بتاعها هنا في الديسكريبشن لو انت عايز تعرف الكلاسز في الجافا سكريبت دي هي عباره عن ايه وبتشتغل ازاي وهكذا. ففي هنا مقاله جميله جدا تقراها، تقريبا مغطيه اي حاجه لها علاقه بالكلاسز. كويس. وزياده كمان. لكن انا هكتفي هنا ببيزك اكزامبل يعني. كويس. لو عايز تعمل كلاس في الجافا سكريبت بتعمل هنا كلاس وتقول مثلا كار. كويس. ولو انت عايز تصنع عربيه جديده قول مثلا كونستانت كار او تويوتا ايكوال نيو كار. كويس. يبقى في المثال ده الكار عباره عن فاكتوري، وانا بصنع هنا عربيه، ده البرودكت بتاعي. كويس. الفكره بقى ايه؟ فاكتوري ده اسم اللي هو بيني وما بينك، لكن هو ده اسمه كلاس. كويس. لكن التويوتا هنا في المثال ده اسمها انستنس او اوبجكت. كويس. يبقى منتج الكلاس لما بقول نيو كار، المنتج بتاعي اللي انا بحطه هنا اللي هو الفاريبل ده عباره، ده اسمه بنسميه انستنس، دي مجرد مصطلحات، ده اسمه انستنس، ده نوع اوبجكت، لكن ده بنسميه كلاس، ده الكلاس ذات نفسه. كويس. لو انا بقى هنا في بقى حاجتين تخلي بالك منهم. لو انا قلت مثلا السبيد، او سميناها مثلا دي او سميناها السبيد. كويس. السبيد خليناها 10. كويس. تمام. وفي حاجه سميناها static intern او سميناها class speed، او بلاش سميناها مثلا default speed مثلا 20.
دي خليناها 100 مثلا. كويس. اراك لو انا رجعت هنا عملت كونسول دوت لوج لتويوتا، كويس. خلي بالك ده الاوبجكت. هتلاحظ ان العربيه موجود جواها البروبرتي اللي اسمها السبيد، لكن مش موجود جواها البروبرتي اللي اسمها ديفولت سبيد. ليه بقى؟ لان دي نوعها ستاتيك. البروبرتي اللي بتبقى ستاتيك بتبقى موجوده على الكلاس ذات نفسه، لكن البروبرتي اللي هي العاديه اللي انا ما احطش قبلها كلمه ستاتيك دي بتكون موجوده على الاوبجكت او الانستنس. ودليل على كده ان انا لو رحت عملت كونسول لوج للاوبجكت للكلاس ذات نفسه، هشوف هنا في الكونسول ايه؟ هشوف هنا في الكونسول الكلاس اللي هو اسمه كار، والبروبرتي اللي اسمها ديفولت سبيد. يبقى خلاصه الموضوع البروبرتي اللي قبلها ستاتيك هتكون موجوده على الكلاس، لكن البروبرتي اللي هي اللي ما قبلهاش كلمه ستاتيك بتكون موجوده على الانستنس او الاوبجكت، مش الكلاس. كويس. تمام. ايه بقى الفرق؟ ايه يا ترى ايه علاقه ده بالذس كيورد؟ قال لك ده له علاقه دلوقتي هقولها. رايك لو انا جيت هنا قلت مثلا دي هبتدي اتكلم على this، قلنا مثلا ايه بتساوي this، تمام، وقلنا static b هي this. يا ترى this في الحاله الاولى هي this في الحاله الثانيه؟ قال لك لا. قلنا مش هي ايه ما حطش قبلها كلمه static، يبقى هي بتبقى موجوده جوه الاوبجكت او الانستنس، يبقى this في الحاله دي هتشاور على الانستنس او الاوبجكت. كويس. لكن b في الحاله الثانيه بتكون موجوده مين؟ جوه الكلاس، وبالتالي this في الحاله دي هي الكلاس. وعشان اثبت لك الكلام ده هعمل معاك تجربه بسيطه. اراك لو انا قلت كونسول دوت لوج لتويوتا دوت ايه، خلي بالك تويوتا دوت ايه اللي هي زيس في المثال ده المفروض ان هي بتشاور على الاوبجكت، يبقى هل المفروض ان دي يساوي تويوتا. كويس. طب رايك لو انا قلت، طبعا انا ممكن اعمل هنا حركه جميله. كويس. طبعا عشان بس نعرف الفرق. وهنا دي هنقارن ما بين الكار دوت بي. هل يا ترى هي الكار؟ شوف بقى لما نعمل هنا سيف، طبعا في هنا حاجه مشكله. بي دي بي التويوتا دوت ايه، قلنا ايه دي متعرفه على متعرفه مش ستاتيك، يبقى هي بتشاور على الاوبجكت نفسه، يبقى خلاص تويوتا دوت ايه هي تويوتا. كويس. وكار دوت بي هي كار، لان بي في الحاله دي ستاتيك، يبقى ذيس كيورد بتشاور على الكلاس ذات نفسه. ده اللي انت مطالب تعرفه في سلوك الذيس كيورد مع الكلاس. كويس. الفكره كلها معتمده هل يا ترى البروبرتي دي ستاتيك ولا مش ستاتيك. لو ستاتيك يبقى بتشاور على الكلاس، لو مش ستاتيك بتشاور على الانستنس بتاع الكلاس. دلوقتي بقى هبتدي اشرح سلوك الذيس كيورد في الجلوبال كونتكست، لو انا بستخدمها بعيدا عن الفانكشنز وبعيدا عن الكلاسز. كويس. طبعا عشان اللي يظهر عندي يبقى هو نفس اللي يظهر عندك، عشان هستخدم هعمل التجربه بتاعي او الامثله بتاعي هنا جوه البراوزر جوه المتصفح بعيدا عن نود يعني. كويس. تمام. هبتدي اعمل هنا ايه؟ مثلا وليكن هيبقى عندي هنا سكريبت. كويس. هسمي هنا كونسول دوت لوج لل مثلا وليكن وركينج. كويس. واروح اشغل ده باللايف سيرفر، هيفتح لي هنا، افتح الانسبكت، روح هنا على الكونسول، هتشوف هنا اللي هو working. طبعا سيبك من اللي قبله ومن اللي بعده وهكذا، ركز بس على ده اللي معانا، ده اللي موجود في السطر رقم 12 هنا. كويس. تمام. اراك لو انا عملت كونسول دوت لوج لذس، يا ترى قيمه ذس لوحدها كده بعيدا عن الفانكشنز العاديه وبعيدا عن الكلاسز وهكذا، يا ترى قيمتها ايه؟ قيمتها هتساوي الويندو اوبجكت. كويس. هل يا ترى لو انا قلت الذيس كيورد تساوي الويندو، هتلاقي يطلع لك هنا ترو، صح؟ هي نفس الحاجه. يعني لو انا قلت window دوت a equal a، قلت console دوت log لذيس دوت a، هل يا ترى هيطلع لي ايه؟ شوف خلي بالك ان ايه انا معرفها على الويندو، الا ان انا ممكن اعمل لها اكسس عليها عن طريق this. ليه بقى؟ لان الاتنين نفس الحاجه. هي لو انا قلت ويندو دوت ايه، هي نفس الحاجه. كويس. وكمان في نفس الوقت لو انت عايز تعمل العكس، لو قلت مثلا this ورحت هنا عملت ويندو دوت ايه، هيحصل لك نفس الحاجه برضو، على الرغم انها معرف ايه على this،
اللي انا ممكن اعمل لها اكسس عليها من ايه. كمان برضو في هنا حركه اللي انا ممكن اقول دوت ايه بس خلاص، يبقى هي نفس الكلام. لان اي حاجه انت معرفها جوه الويندو لو كتبتها لوحدها كانك انت هي لو كتبت ويندو دوت ايه هي نفس الكلام. كويس، لان دي بتنطبق على الحاجات انت معرفها جوه الويندو. كويس، لان الويندو ده اللي هو الجلوبال اوبجكت يعني. كويس، تمام. انا عايز اضرب هنا مثال بقى ادمج فيه الجلوبال كونتكست مع اللوكال كونتكست. يعني مثلا لو عملنا هنا اوبجكت مثلا، عملنا ايه ولكن سميناها لوكال. كويس، وعملنا هنا مثلا كونستنت او فار سميناه ايه عند هيبقى ويندو. كويس، لاحظ ان انت عندك ايه جوه الاوبجكت ده وايه جوه الويندو. كويس، لو عملت فانكشن سميناها get ايه. كويس، الفانكشن دي بتريتيرن this dot a. كويس، رايك بقى عايز تتوقع معايا لو انا عملت console dot log ل get ايه، وقلنا هنا get ايه، وقال هيحصل لو انا قلت window. ثانية واحدة، لو انا قلت get ايه dot call بأوبجكت، قال لي هيحصل يا ترى ايه النتيجه في الحاله الاولى وايه النتيجه في الحاله الثانيه. تعال نفكر فيها سوا كده. انا بستخدم جيت ايه لوحدها، يبقى القيمه this هي الديفولت فاليو. الديفولت فاليو بتاع this هي الويندو اوبجكت او الجلوبال اوبجكت، وبالتالي يبقى قيمه this في المثال ده هي الويندو. كويس، ويندو. وقلنا اي فاريبل متعرف بكلمه var بيتحط جوه الويندو، يبقى كأن انا قلت return ايه. يبقى وايه اصلا بويندو، يبقى جيت ايه هترترن لي هتعمل ريتيرن لكلمه ويندو. كويس، تعالى كده نشوف النتيجه. يبقى انا كده متوقع النتيجه هنا تكون ويندو. كويس، تعالى بقى في الحاله الثانيه. جيت ايه انا عملت لها كول، قلنا وظيفه كول انها بتحدد قيمه this. بقول كأن انا بقول ايه يا فانكشن اللي اسمه جيت ايه، قيمه this جواك هي هتكون تساوي قيمة الاوبجكت ده، وبالتالي كأننا في المثال التاني كأننا بقول اوبجكت دوت ايه. كويس، اللي هي هتساوي في المثال ده لوكال. كويس، طبعا ثانية واحدة this. تعالى مثلا يبقى انا كده في المثال التاني متوقع ان انا اشوف لوكال. عملت هنا سيف. طبعا في هنا انا محتاج اعمل اكسكيوشن للفانكشن دي. شوف المثال الاولاني كان قيمتها ويندو. كويس، لان انا هنا بعمل اكسكيوشن طبيعتها بدون اي اوبجكت قبلها او كول بعدها، وبالتالي يبقى قيمتها قيمه الديفولت. والديفولت فاليو بتاع this اللي هي موجوده في الجلوبال سكوب اللي هي الويندو، يبقى انا كاننا بقول ويندو دوت ايه ويندو دوت ايه هي ايه، وبالتالي يبقى دي بتريتيرن ويندو اللي هي قيمه ايه. كويس، وفي المثال التاني قلنا لوكال لان كول كده كده بتتحكم في قيمه this، وانا قلت له انا عايز قيمه this تكون هي الاوبجكت ده اللي هو قيمه ايه جواه اللي هي لوكال. كويس، تعالى بقى نروح ندي هنا مثال على حاجه اسمها الدوم element. كويس، انا همسح هنا الكلام اللي موجود هنا، وهروح اعمل div element كده هسميه container، واعمل جواه div تاني بس باي دي inner. كويس، وهتك انتر. كويس، وهحط هنا مثلا inner. كويس، يبقى انا عملت عندي هنا two elements. كويس، هروح اعمل لهم styling، اقول له مثلا والله الكونتينر هيكون جواه الويدث بتاعه 200 بيكسل طبعا، وده الهايت بتاعه كده، والكالر او الباك جراوند كالر جرين. طبعا هيظهر لي هنا كده. كويس، لو احنا خدنا ده كوبي. كويس، وخلينا ده انر ده اللي هو الاليمنت اللي جواه، بس خلينا اصغر سنه خلينا نصه. كويس، وخلينا ده يلو. كويس، وعملنا هنا سيف. كويس، يبقى انا معايا هنا تو اليمنتس، واحد اسمه كونتينر واحد تاني هنا اللي هو اليلو اللي هو الانر ده. كويس، اراك بقى لو انا جيت هنا في السكريبت تاج هنا وعملنا هنا عايز اجيب الكونتينر ده من السكرين هنا، فبتك اقول كونستانت كونتينر هو دوكيمنت دوت جيت element by id. سميناه هو له اي دي اسمه كونتينر. كويس، هروح اعمل هنا فانكشن
سميناها وليكن مثلا فانكشن سميناها كليك هاندلر. الفانكشن دي بتاخد الايفنت كويس، وباجي هنا اقول كونتينر دوت اد ايفنت ليسنر كليك، وبديها هنا الكليك هاندلر. لاحظ هنا ان الكليك هاندلر في المثال ده هي عباره عن كول باك فانكشن بديها للاد ايفنت ليسنر. الاد ايفنت ليسنر بتنفوك الفانكشن او بتعملها اكسكيوشن لما يحصل كليك على الكونتينر. لو انت كده كليك على الكونتينر هيعمل لي انفوك للفانكشن دي. كويس تمام كويس. عايزين بقى نعرف ايه رايك لو انا عملت كونسول دوت لوج ليه حاجه اسمها الكرنت تارجت، دي اسمها ايه دوت كرنت تارجت، ولو عملنا نفس الكلام مع التارجت كويس. وكمان في نفس الوقت لو انا من لو احنا رحنا هنا واتكينا هنا كده هنشوف هنا ان الكرنت تارجت هو عباره عن element اسم الكونتينر اللي هو عباره عن الكونتينر ذات نفسه. شوف هنا ده كده، والتارجت هو عباره عن الكونتينر برضو. كويس. طب ايه الفرق بقى؟ ليه بقى انا عندي الكرنت تارجت والتارجت؟ لو انا رحت اتكيت هنا هتلاحظ ان التارجت بقى الانر والكرنت تارجت لسه زي ما هو الكونتينر. يبقى التارجت ده اللي انت بتتك عليه بالماوس. شوف انا اتكيت هنا بالماوس على ده كان الكونتينر، اتكيت هنا كان الانر، اللي بتك عليه بالماوس ده التارجت. كويس. لكن الكرنت تارجت ده اللي هو على الايفنت ليسنر ده ما بيتغيرش. كويس. قال لك بقى الزيس كي وورد جوه الايفنت هاندلر او الايفنت ليسنر بتساوي الكرنت تارجت مش التارجت. كويس. يعني مثلا لو انا عملت هنا console دوت لوج لزيس هتلاقي ان زيس على طول هتساوي الكرنت تارجت. كويس. لكن مش لازم تساوي التارجت. يبقى زيس بتساوي ايه؟ الكرنت تارجت. وده عايز اثبت لك الكلام ده لو انا قلت console دوت لوج هل زيس بتساوي يساوي اي دوت كرنت تارجت هيطلع لك هنا ترو. كويس. حتى لو اتكيت هنا هيطلع لك ترو برضو. كويس. لكن هل زيس بتساوي التارجت؟ قال لك امتى؟ لو التارجت هو الكرنت تارجت هتساوي، لكن لو التارجت مش هو الكرنت تارجت خلاص مش هتساويه. لو اتكت هنا هتساويه، لكن لو اتكت جوه مش هتساويه وهيبقى هنا فولس. كويس. فده كده كان استخدام الزيس كي وورد جوه الارو جوه الادفنت ليسنر او اسمها الايفنت كولز. كويس. في هنا ملحوظه بس بسيطه انا عايز اقولها عشان ما تقعش فيها. لو انا رحت عملت نفس الكلام، يعني خدت الكلام ده كوبي ورحت هنا عملت فانكشن كويس عملنا هنا ايفنت. خلي بالك الكلام ده مش هيتطبق هنا. ليه بقى؟ لو عملت هنا سيف هتلاحظ ان قيمه this هنا هي الويندو. ليه بقى؟ لان دي فانكشن، دي مش فانكشن عاديه، دي كانت فانكشن عاديه فقيمه this كانت بتساوي قيمه الكرنت تارجت. لكن جوه الارو فانكشن قلنا الارو فانكشن بتاخد سكرين شوت او سناب شوت لقيمه this وقت ما انا كنت بعمل الفانكشن دي او وقت ما انا كنت بكتبها. وقت ما انا كنت بكتبها كان الكرنت تارجت مش موجود اصلا، كانت قيمتها قيمه الويندو اوبجكت. عشان كده شفنا. فلاحظ الفرق في قيمه this مع الارو فانكشن ومع الفانكشن العاديه وانت بتعمل اد ايفنت ليسنر. كويس تمام. في هنا بقى ملحوظه بسيطه خالص، هي بس ملحوظه كده مش مهمه قوي، لان انت مثلا تعالى هنا نعمل هنا بوتون سميناه مثلا كليك مي. كويس. ده بوتون اهو. كويس. في هنا حاجه في الجافا سكريبت ان حاجه اسمها اتريبيوتس، وانت قلت له اون كليك. كويس. ممكن تبتدي تكتب هنا في ما بين الكوتس دي، ممكن تبتدي تكتب جافا سكريبت console.log مثلا كليك مي. لو اتكت هنا هتشوف هنا console.log كليك مي. كويس. ده اللي هو الكلام اللي كتبته هنا. كويس. اللي اللي يهمنا من ده كله ايه بقى؟ يا ترى ايه هي قيمه this جوه الكلام اللي انا بكتبه هنا؟ قال لك قيمه this دي هنشوفها دلوقتي. لو انا عملت console.log لذس يا ترى قيمتها هتساوي ايه؟ قال لك بتساوي الاليمنت ده. شوف هي بتساوي البوتون ده. this هي كانك معاك البوتون بالظبط. يعني عارف، والدليل على كده ان انا قلت ايه؟ قلت console.log
ل مثلا this dot inner html او inner text، هيجيب لك التكست جوه البوتون. لو انت كاتب هنا كليك مي، هساوي كليك مي ده اللي هو التكست اللي جوه البوتون. لو انا مثلا كانت خليتها كليك بس، هيجيب لك هنا كليك بس. كويس. فدي ملحوظه بسيطه خالص. لو انت بتستخدم اللي هي الاتريبيوتس دي، انت بتستخدم الطريقه دي اسمها انلاين جافا سكريبت يعني. كويس. انت بتحطه في جنب ال HTML. كويس. مش مفصول في ملف لوحده او محطوط في سكريبت تاج تاني لوحده. ده سميناه انلاين. كويس. او اسمه انلاين ايفنت هاندلر يعني. كويس. ده هتلاقيني منشله هنا في ده اسمه انلاين ايفنت هاندلر. قال لك قيمه this بتساوي الكرنت element، يعني بتساوي البوتون. كانك رحت جبت البوتون وعملت له دوكيمنت جيت element واي دي او كويري سيلكتور او كده يعني.